الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد للإنسان وهو في هذه الأيام الأولى من رمضان أن يتأمل هذه الحياة التي خلقه الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يعرف حقيقتها ويعرف ما هو المآل الذي يؤول إليه الإنسان بعدها. قد مر من هذا الشهر العظيم قرابة الثلث، لم يبق إلا يومان ويكون الثلث قد مر، فهي أيام تسير وتجري كالريح. قد يغلق الإنسان عينه فيجد نفسه قد انتهى الشهر، بل قد انتهت السنة، بل السنوات، ويجد نفسه قارب الموت، فإذا نظر إلى ما عمل وجد العمل قليلا والزاد يسيرا والموت مقبلا، فماذا عليه بعد ذلك؟ وماذا يمكنه أن يفعل بعد ذلك؟ جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء العارفين، فسأله الفضيل قال: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال له الفضيل: قال: إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله؟ فقال ذلك الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: نعم. قال: أي أنا لله عبد وأنا إليه راجع. قال: إذا عرفت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فلا بد أن تعرف أنك موقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا كنت موقوفا بين يديه سبحانه وتعالى فاعلم أنك مسؤول عن كل ما عملت في هذه الدنيا، ومن عرف أنه مسؤول فعليه أن يحضر لذلك السؤال جوابه. هذا هو معنى محاسبة النفس والنظر في أحوالها ومراجعتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس، أي اللبيب الذي يعرف مصالح نفسه، قال: الكيس من دان نفسه. دان أي حاسب. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تبع الهوى، أعجبته هذه الفتنة ففعلها، أحب تلك المعصية فسار فيها، إلى غير ذلك من الأعمال، وتمنى الأماني، يقول: سوف أكبر فأتوب، إذا كبرت ذهبت إلى العمرة ثم تبت فأموت على خاتمة حسنة. ليس الأمر كذلك، هذا عاجز بوصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللبيب فهو الذي يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة. ونحن في هذه الأيام المباركات الإنسان عليه أن يجلس مع نفسه جلسة، سواء جلسة تكون الجلسة خاصة بمحاسبة النفس، أو تحاسب نفسك وأنت تقرأ كلام الله، تمر بقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فتحاسب نفسك: هل غضضت بصري؟ تمر بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فتقول: هل بخست إنسانا حقه ولم أعطه حقه؟ تمر بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم، فتنظر في عملك: هل ضيعت مال يتيم؟ هل احتقرت يتيما أو ظلمته؟ إلى غير ذلك من المواضع في القرآن. لا بد للإنسان أن يمرر هذه المعاني على قلبه وعلى نفسه، فيكون بذلك محاسبا لنفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اليوم عمل وغدا حساب، فقبل أن يأتي ذلك الحساب لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا. فقال رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يوم القيامة ستوضع الموازين القسط، فتزن المثقال مثقال الذرة وما هو أقل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إلى آخر ذلك مما ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا من الآن انظر إلى ما ستقدم غدا، حاسب نفسك، انظر إلى أعمالك. فإذا حاسبت نفسك فإن هذه المحاسبة ستكون لها ثمار عظيمة. في الدنيا ستخرج من دار الغفلة،
إذا كنت تحاسب نفسك في كل لحظة فأنت لست غافلا، في كل لحظة تقول لما فعلت هذا؟ لما قصرت في هذا؟ لا بد أن أعمل هذا. تنظر في الخيرات فتزيدها، وتنظر إلى السيئات فتقللها. وكما جاء في حديث رمضان أنه ينادي مناديا يا باغي الخير أقبل، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ففاعل الخير يزيد وفاعل الشر ينقص حتى يقضي على ذلك الشر الذي فيه. محاسبة النفس أولا تخرج بها من داء الغفلة، فتكون عبدا لله في كل الأحوال، تدرك نقائصك وعللك. كثير من الناس ربما كبرت فيه علة مرض نفسي ومرض قلبي لأجل أنه لم يحاسب نفسه. كم من أب يقول أخطأت ولا بد لأبنائي أن لا يخطئ. إذا هذا ما الذي جعله يصل إلى خطأ لا يستطيع القضاء عليه؟ أنه لم يحاسب نفسه في بداية أموره. فمن تعود محاسبة نفسه فالخطأ اليسير تقضي عليه وأنت وهو صغير، يعني في بدايته يمكنك أن تقضي على ذلك الخطأ. المحاسبة تجعلك كثير التوبة وسريع التوبة، تذنب صباحا فتحاسب نفسك ظهرا فيغفر الله ذنبك. أما إذا كنت لا تحاسب نفسك فربما تراكمت عليك الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون، أي تفعلون من الذنوب ما يوجب الحرق بالنار والعذاب من الله سبحانه وتعالى. قال فإذا صليتم الظهر غسلته. لماذا؟ لأنك إذا أتيت إلى صلاة الظهر ستسجد وستكلم ربك وستستغفر من ذنبك فيغفر الله لك ذلك. هذا كله من معاني المحاسبة. من معاني المحاسبة أنك تكون دائما في استعداد ليوم المعاد، لا تخشى الموت. ما دمت تحاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة فإنك إن قيل لك ستموت فأنت لا يضرك ذلك، لأنك قد تبت من ذنبك وقد حرصت على عمل الخير. مما يكون أثرا حميدا للمحاسبة كذلك تيسير الحساب يوم القيامة. الحساب يوم القيامة شديد، تشيب منه الرؤوس. المرأة المرضعة وهي حاملة ابنها تلقيه بشدة الهول وأنت حسابك يسير لأنك قد قضيت على كثير من الحسابات في الدنيا. فالإنسان كذلك من أثر المحاسبة أنك تستشعر نعم الله، تنظر في يومك ما هي النعم التي آتاك الله إياها وتوفق لشكرها، فتحاسب نفسك هل حققت شكرها؟ هل حمدت الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي فقدها كثير من العباد؟ تدرك تقصيرا في هذا الشكر فتزيد شكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد أن يكون محاسبا لنفسه في كل أوقاته. وهذا الشهر العظيم من أعظم ما يعينك على المحاسبة. تكون قريبا من الله، كثير قراءة القرآن، تأتي إلى المسجد فتصلي مع الجماعة، تصلي قيام الليل. كل هذه المواضع تجعلك قريبا من الله، فاجعل في وسط تلك الأعمال أزمنة تحاسب بها نفسك، ومن حاسب نفسه نجا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.